البنية حقك التحتية الذي دمرت لما وقع الملف النووي الإيراني. إيران الآن الذي بيتباهوا فيها إحنا ضحيتها، إحنا كيمنيين. المشروع الإيراني لولا اليمن وغباء الخليج وفتح لهم جبهة غير الجبهة الحقيقية لما وقع الملف النووي الإيراني. عندما نتكلم عن إيران أنا أتكلم عن خطر لا يعلمه أحد، خطر حقيقي، خطر حقيقي بيلتهم اليمن وما حد عارفه. وعندهم الناس ان ايران لا والله مقاومه، لا ايران مشروع سياسي. ايران لا الامام علي ولا اسلام ولا مستضعفين ولا كذب ولا خرط. ايران مشروع سياسي مثل امريكا، مثل بريطانيا، مثل الاتحاد الاوروبي. ولهذا عندما اتكلم انا عن الخطر الايراني اتكلم عن شيء الناس مش مدركين. عندما تتكلم انت عن امريكا الناس فاهمين مشروع امريكا، الاوروبيين فاهمين، اما هذا مشروع بينخرق من الداخل وما حد عارفه. ولهذا تحديدي الخطر هناك. ما وصلنا إليها اليوم الخليج تمام عدو معروف أنه عنده خلاف اليمن ولتدمير اليمن هو ببقائنا تمام معروف. الآن الذي انتهشنا هذا من؟ عندما أجي أقوم أفعل مناورة على الحدود اليمنية السعودية من المستفيد؟ عندما سير وفد من الحكومة لإيران وارجع بكفي حنين من المستفيد؟ طيب. استفزيت الخليج من المستفيد؟ طيب. هذه وجهة نظر، لكن يبقى حديث أيضا بأنه كما يقول البعض هنا أنه طباين الطيرمانة هم المشكلة الحقيقية للوطن. اسمح لنا نستمع إجابة بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير برنامج مألوفة ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامج وجوه مألوفة، كما أرحب أيضا بمستمعي الكرام. عودة إلى وجوه مألوفة مع ضيف الكريم محمد علي العماد رئيس تحرير صحيفة الهوية. يعني تقدح كما يقول البعض في إيران وتقول ما تقوله، ولك صور في إيران. هذه الصورة في إيران يقول البعض إن كانت زيارتك بريئة لما تتهم الآخرين بأن زياراتهم ليست بريئة؟ الرد هو بسيط، يقول لك أهل مكة عرب بشعابها تمام. إيران لدينا هناك منزل من قبل 25 سنة اشتراه والدي. لدى من؟ لدى والدي. فين؟ في إيران. في طهران. في طهران، واثنين منازل، واحد في طهران واحد في قم. أخي هناك لا أكثر من 25 سنة. أنا أعرف عصام أنا أعرف إيران أكثر من غيري، ولهذا لا يزعج. يعني أخوك الفقيه والعالم. مشكلة الأيديولوجيين هكذا. عندنا ما شاء الحمد لله الأسرة متنوعة. عندك الشيخ عبد الرحمن العماد أحترمه وأجله كأب، القيادة الإصلاحي، ولكن مسألة سياسية أختلف أنا وياه 100% ولا 1%. مثل ما أختلف مع مثلا الأطراف الثانية، مثل ما أختلف مع عصام أخي، أحترم عالم بفقهه بدينه. ولكن مسألة إيران ومسألة أنا أعرف فيها بيضحكوا عليهم يا أخي العجيب، بيضحكوا على يمكنك الإمام الحسين الإمام الحسن وينهج الدنيا ويجند لك أمة لا إله إلا الله باسم الحسن والحسين، لا له دق في الحسن ولا له دق في الحسين. عندما يجي يطرح لك الآن، عندما أنا أتكلم وأطرح مثلا أنا عندما زرت أخي، زرت في هذه الصورة زرت والدي والدتي عملوا عملية وأمي عملت عملية وصرت أزورهم. ولعلمك أسوأ زيارة وآخر زيارة ليش؟ ذهبت بعد 2011 وصرت أزورهم، تأتي أجنحة من الأجنحة المخابرات الإيرانية تجي تستقطبك يعني من سفاهة. يعني أنا أعتز بلدي وأعتز بكل شخصية بلدي ولو اختلفت ولو تقاتلت أنا وياه. أما يجي رخيص يشي يجندني مثل ما جند البخيتي ولا مجند مقالح ولا مجند مدري من ولا قانص ولا إيش ما كان. ولهذا كانت أنت الآن تتحدث يعني سيقول البعض بأن العماد يهرف بما لا يعرف. والله كيف أهرب ما لا يعرف؟ والوقائع واضحة. يعني الذي يجيب الزلط الإيراني ويجي يحب صورة الخامنائي وسط مطار صنعاء ويحبحب لي الخميني حقهم وسط إيران. ايش تشتي؟ أي شيء رسالة حب للوطن، رسالة مشروع إيران، رسالة بأن هناك طرف سياسي يريد أن يستقطبكم. مثل ما السعودية بتدفع لكم زلط، إيران تدفع زلط، لا تخاف، هذا الزلط أمام الكل. ايش يعني؟ ما تقصد هنا؟ والله نزل صورة البخيتي ويرويك الفرشة حقه. أقصد هو غير كثير، مش أظلم بس البخيتي. معك الذي استقطبوا معروفين، نايف القانص استقطب ناس وسجر لا إيران وسجر كلهم. يعني الأسماء خيرات ولا نظلم أحد، يعني تجندوا ما شاء الله، بس إنهم هذا كان لهم الأولوية فقط. في بعض الأحيان تختتم مقالاتك بصورة مع التحية للسفاك الإيراني.
لأن هي الأساس في تجنيد الإعلاميين من الذي والحقوقيين. تقصد بالصفقة؟ جهاز المخابرات الإيراني. يعني من خلال أبو حديث مصطفى. محمد أبو مصطفى شخصية لبنانية بيتم تجنيد اليمنيين في لبنان، مسؤول عن اتحاد الإعلام، مسؤول عن الملف اليمني السياسي والإعلامي، بيتم أي تجنيد أي إعلامي وحقوقي وسياسي عبره، ومعروف يعني عبر معروف. سير اسأل أي واحد دخل لبنان ضروري إنه صار عشاء ولا غدا، ومن سخافة هذا الشخص يقول لك اليمني أرخص واحد، وجبة فطور اليوم الثاني قدوا معه. للأسف للأسف هذا اليمني. هذا من؟ هذا أبو مصطفى خليل الحرب تقريبا اسمه. هذا اللي الشخص المسؤول عن أيوة، مسألة المصداقية في الكلام أنا ما بنديش حاجة هراء بقدر ما هو يصير بسرور الجوازات والختومات أن بيسافروا هذول الشخصيات وشخصيات كثيرة. وليش يعني شوف، لو كنت أعتقد بأن إيران تفعل لليمن مشاريع تنموية والله ما في رأسي نصير إيران، نصير أمريكا، نصير بريطانيا، نصير السعودية، نصير الإمارات. بس أنا مشكلة أني عارف بأن هذه الدولة تتزلف وتعطي شعارات المقاومة وشعارات الشيعة وشعارات الحسن والحسين من أجل مشروع خاص بهم. طيب في الأخير أن تقول بأنه لن يكون هناك أي حل سياسي في اليمن دون إيران، هذا ما ذكرته أنت في 11 من أكتوبر. لا، هو كان الطرح حقي مش دون إيران، كان الطرح حقي واضح بأن الحل السياسي في المستقبل بأن السعودية كانت هي صاحبة الكلمة الأولى قبل 2011. الآن في الساحة السياسية المستقبلية دخلت أطراف عدة، بمعنى السعودية، إيران، الإمارات، وكل طرف له قوة من خلفه، بمعنى أن إيران الآن عندما تتحرك بقوتها معها الروس. طيب محمد علي العماد رجل من في اليمن؟ رجل الإعلام إن شاء الله. يمثل أي أجندة؟ إن شاء الله أني أمثل الهوية اليمنية، أسميها أن دي هوية يعني الليبرالية للجميع. طيب. في النهاية أنا إعلامي، ما يصلح أن الإعلامي يمثل أي أجندة، لا أيديولوجية ولا حزبية. بما أنك مستشار للطائفي، البعض يتساءل أين ذهب الرجل؟ والله أنا مستشار له في صنعاء، وذهابه كان بتنسيق مع أنصار الله يعني باستئذان بكذا، وأنه سوف يعود خلال الأيام القريبة القادمة. البعض يتحدث بأن لك علاقة بالرجل وبصفقات مشبوهة، تحديدا بشراء سفن محملة بالنفط. لا داعي هنا لأن أذكر كثير من أسماء السفن ومحملة بكميات من الأطنان تحت غطاء شركة النفط. أنا أطرح حاجة واحدة، إذا كان وصل عقد واحد أو توقيع واحدة لصفقة من الصفقات بعد تعييني مستشار واعتبره فوز مرفوض، فأنا أتحمل أي مسؤولية ولو ما ليش دخل فيها، بمعنى بأنه تم التوقيع على كل الناقلات وعلى كل شيء قبل أن أستلم قرار مستشار الذي ليس له أي صلاحية. لا أني أنا أوقع باسم شركة، أنا مستشار إعلامي، يعني لا عندي خبرة في البترول ولا في الديزل، أنا عندي أقول له في الإعلام. بمعنى عندما جت حق راس عيسى وعندما ارتبكوا رأس عيسى، يتحدث البعض لست أنت طرف فيها وإنما حاولت أن تستغلها، الموضوع هي الهيئة القانونية لأنصار الله. أولا ليست الهيئة القانونية لأنصار الله، هذا نطرحها أول حاجة. ولا أنصار الله كان جناح منهم مع فساد رأس عيسى وأطراف منهم بيفسد. من يعني دون أن نظل نتحدث، لما لا نسمي الأشياء؟ والله نسميها الأشياء ما أخذناش نسميها أيامة عبد ربه ولا نسميها أيامة علي عبد الله صالح. دحين تجي تشجعنا وقت عدوان، يقولوا الجبهة الداخلية تشترك، خلينا على ما احنا طرف من أنصار الله. يقول البعض بما أنك تلوح دائما بأنك ستكشف ملفات الفساد وستضع النقاط على الحروف كما ذكرت في إحدى منشوراتك. يقول البعض لما لا تعلن اليوم عن ملفات الفساد وتضع النقاط على الحروف طالما أنت تدري بها، ما لم فأنت مشارك في هذا الفساد. أولا أنا سلمت ملفات لإعلاميين بدون ما أذكر اسمهم، قلت لهم هذا أنتم ما دام أنتم بتكتبوا متخصصين في النفط، يلا هذه الملفات للفساد اشتغلوا فيها يا شباب يلا. وزدت وقلت لهم إذا كان مسألة فلوس وما فلوس أنا مستعد إني أوفر لكم فلوس عاسب لا حد يرفع أكثر منه. وسلمت ملفات، والله إني سلمت وشاهد الله لإعلاميين وكبار. أجي أشوف هذا الإعلامي قبل يفاوضني بدل هذا الفاسد، دخل سفينة فلان الذي اديت له قلت له هذا فاسد،
إلا وقد فاجرنا الكبار قال يا أستاذ محمد لديك صحيفة، ما الحاجة أن تذهب أنت إلى إعلامي أو آخر؟ أولا أن لدي صحيفة أولا يعني لا مش تجي مسألة استغليت الصحيفة لا. فقط لتجميل صورة شقيقك علي العماد وعمل لقاء مع رئيس لجنة الرقابة الذي هو متهم أيضا لأنه سهل لك مسألة الوصول إلى المستشفى. لا أول شيء ننتقل مسألة حق الإعلاميين، إنه أولا كوسيلة إعلامية عندما أطرح أنا في صحيفة الهوية يقول إني بين استغل منصبي وأخرج تسريبات وإني بين ابتز التجار، ولهذا نبتعد. واحدة مسألة الصحيفة عندما طرحت مسألة علي العماد هو قيادي سياسي مثل أي قائد سياسي يعني موجود، مثل الزعيم مثل يعني أي واحد موجود في الساحة اليمنية، قد إحنا سلم الأمر، رضيت فيه ولا ما رضيت فيه، قد أي شيء تصريح يجي منه مناسب بننزله، وليس بالأخص. انفردت باللقاء؟ لا ما انفردت أنا نقلته اللقاء من صحيفة نبض صدى المسيرة ومن قناة المسيرة، يعني أنا بزيت النسخ خلاص ولصقتها عندي ولا طرحت معاه أي لقاء. طيب سأكتفي هنا في هذا الموضوع، رغم أنه موضوع لا يزال شائك. أنتقل إلى فقرة صورة مباشرة، مجموعة من الصور لك. هذه صورة مع إلياس، هذا زكريا. تعليقك؟ هذه آخر الليل ما احنا مسافرين، يعني ايش تعليقي بها؟ ما بيش أقلع من هذا الولد في حياتي، وأتمنى أنهم الكل يفكروا للمستقبل مثل ما بيفكروا لأولادهم للآخرين. هذا أتمنى كل واحد ما يفكر لابنه يفكر لجاره، يفكر لعيال عمه، يفكر للذي يحاول، يفكر لليمن. مثل ما أنت بتحضن ابنك، ليش ما تحضن الذي بيموتوا بالقصف؟ ليش ما تحضن الذي بيفعلوا ليش أولادكم في أمريكا وفي إيران بيدرسوا وانت بتحرض لي للجبهة يصير يقاتلوا هانك؟ ليش ما تدي أولادك الأولي مثل ما طمحت للناس إنهم يتعلموا مثل ما هذا؟ خلي نفسك مثل. طيب هذه صورة لك بعد حادث الذي تعرضت له، محاولة اغتيال. يعني ايش تجربة من تجارب الحياة الذي تقربك. من الذي كان وراء محاولة اغتيال